ثم نرجع للمناقشه. عسلامة سي سامي، مرحبا بك. عسلامة، اهلا وسهلا بك سي سامي. كنا منذ حين نناقش هنا على بلاتو المتوسط قضيه الاضراب نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل، وضيوفي سي اسكندر القيق وسي حبيب عجيل محللين سياسيين اثنين طرح السؤال حول مشروعيه هذا الاضراب اليوم، يعني خاصه في اعقاب تصريحاتك انت شخصيه اللي قلت هو في نهايه الامر اضراب سياسي. فقيل السؤال المطروح: اضراب سياسي ضد من بالتحديد؟ هل هنالك في الاتحاد العام للشغل يعني محاولة ربما أو فكرة لاتهام طرف ما صلب الحكومة، صلب الترويكا مورطة في اغتيال محمد البراهمي؟ هو كل اضراب ماهوش موجه بالضروره لاتهام طرف او استثناء طرف اخر. نعم. احنا قلنا الحق في السؤال على المشروعيه ممكن، لكن المشروعيه هذه من يطرحها ومن يمكن ان يكون عنده المرجعيه لان يهبها للاخرين. انا منظمه شعرنا بانه ثم وضع دقيق، اكثر من دقيق خطير، واكثر من خطير كارثي، اغتيال ثالث. القائمه نبهنا بانها طويله وانتظروا اغتيالات اخرى، وهذا معروف، ولذلك الداخليه اخذت اجراءاتها لحمايه العديد من الشخصيات، يعني عندها معلومات، يعني تعرف اللي ثم كتائب موت مستعده للقتل في كل لحظه ولها برنامج في ذلك. فالاضراب موجه للارهاب، موجه لتجميع كلمه تونس. سي سامي لو سمحت، يعني هل في هذه الظروف الكارثيه كما تصفها انت، يعني يكون الاضراب هو الحل في هذا الموضوع؟ اعطيني حل اخر، اعطيني شنو ندبوا. انا لست في موقع نعطيك الحل، انا اسال فقط. نعم. هو الصدمه نتاع الاغتيال صدمه ولا لا؟ نعم. ولا بد من صدمه مثيله لها. الصدمه المثيله لها هو انه لابد من تغيير. واحنا بدينا اشاره نتاع واضحه انه الاضراب العام اليوم هو غايته انه يوحد التوانسه على كلمه سواء هي مقاومه الارهاب. الناس اللي تقبل في بعض الاحيان انا اتصور او الاداره الفلانيه خدمت ودبرناها هنا ما تمش اضرابها وكذا، هذوما شنو الفائده اللي جابوها لتونس؟ وقت اللي الارهاب متواصل، وقت اللي الغدوه مش يتواصل، وقت اللي الوضع الكارثي في البلاد منحدر الى مآسي اخرى. اذا مساله الاضراب شنو ما تناقش قضيه الاضراب كان في تونس برك. القضيه هذه هذا حق دولي، حق مشروع، وحق تنافس فيه شعوب العالم كامل بسلميه. لا سي سامي سامحني، سي سامي لا يا سيدي سامحني سي سامي. ايضا خلينا نوضح لك، خلينا نعبر على رايي. لا انت مش معك في نفس السياق، انا في نفس السياق مش هعطيك الكلمه طبعا. انا ساسال لا موجود السياق، اما الاضراب بالنسبه لنا ايضا هو وسيله حضاريه لتأطير التحركات والاحتجاجات. نعم. تريدونها فوضى؟ لا نقبل نحن ذلك. احنا منظمه مسؤوله، والاضراب اليوم اطر الناس في ممارسه واحده في شكل راقي دستوري قانوني مجمع عليه في كل انحاء العالم. نعم. ولم يقع اي يعني ديبورمون، اي انزلاق، اي مس بالملك العام وبالملك الخاص. واعتبرنا ان هذه صوره تونس الحقيقيه، صوره تونس المنظمه الحضاريه اللي تمارس نضال المنظمه. نعم. ونضال الواعي. نعم. سي سامي سامحني، خلينا نتفاعلوا معك. عندنا ضيوف سي اسكندر وسي الحبيب يحبوا يتفاعلوا معك، او سي اسكندر معك يحب يطرح عليك مجموعه من الملاحظات والتساؤلات. سي سامي، انت كنت راجع من امريكا على لوفتانزا وكنا على نفس الطياره، وانت تعرف انه في بوسطن صار مصيبه وحادث جلل في ماراثون بوسطن، ماتوا ابرياء بانفجار معناها متاع طفلين مش شيشان اصلهم، ولم يقم اضراب في امريكا ولا نسمع باضراب. وعندما صارت احداث ارهابيه كبيره في انفاق المترو في بريطانيا ولا في اسبانيا ولا كذا لم يكن هناك اضراب. انتم اليوم تريدون ان تؤطروا. ماذا اطرتم؟ انتم عطلتم مصالح الناس، لم تؤطروا الناس. عطلتم مصالح الناس في المطارات، عطلتم التونسيين اللي بالخارج اللي جايين يصيفوا في تونس باش اليوم يلتحقوا باهلهم ويلتحقوا بزايد ليله في رمضان وبزايد ليله في شق الفتره مع عائلتهم. انتم عطلتم ولم تؤطروا.
والاضراب هذا اضراب غير مسؤول وغير قانوني وغير شرعي. انتم اليوم معناها ما فعلتموه اليوم هو في الحقيقه اضافه لجرح اخر في اقتصاد تونس، وفي كان ممكن تعفيوا المطارات والديوان الطيران المدني والنقل والبنوك من هذا الاضراب، وتعلنون اضرابكم كما شئتم. ثم الاضراب له مهله، كيف تقررون الاضراب الليله وتقولون غدا هو اضراب؟ ما هذا؟ لم نسمع بهذا في اي دوله في العالم اللي تحكي عليها. خلي يجاوبك سي اسكندر. تفضل سي سامي، اعطينا الاجابه. والله حماس سي اسكندر كبير. حماس سي اسكندر يساومنا بين امننا وبين بطوننا، بين طائرته وبين زياراته وتنقلاته وبين ليس لي طائره. مفضل خليني نتكلم. لا تقل طائرتي، ليس لي طائره. لم اقاطعتك. انا توا اليوم امام دم لا يمكن ان يقاس بالمال. ال 14 رصاصه اخطر على الاقتصاد البلاد يا سي اسكندر، وانت تفهم في الاقتصاد من اي اضراب اللي يتم في يوم ويتسكر نص الليل وانت ترجع تخدم على روحك. يعني انه اليوم ال 14 رصاصه ستهرب اكثر من مئات الالاف من السواح، ستهرب اكثر من مئات المستثمرين، ستدعم عدم الثقه في الاقتصاد التونسي باش تطيح البورصه اللي تحكي عليها اكثر من الاضراب اللي تم بالبارح، اللي هو اضراب الغايه منه ماهوش تعطيل الاقتصاد، على خاطر الاقتصاد يتعافى في كل لحظه وقت العامل يطمئن على نفسه، يخرج من بيته الخمس صباحا وما ثمش تفجيرات وما ثمش رصاص يخيط، وقت يروح من الى عائلته سليم وسالم وابنائه يرجعوا سالمين، وقت الاقتصاد يتعافى، وقت نخدموا بكل بعرقنا ونبنوا البلاد كما بنيناها قبل. اما باش بتساومونا اليوم على امننا بالبطون بالتسول بالاقتصاد، فهذا لا يقبل. اعتقد انه احنا مش مواطنين. زيد تكمل شويه وقلنا راكم انتم باش تبيعوا البلاد، زيد كمل شويه تقول انكم انتم اخطر. قلت انت سابقا في اسكندر انه ضربنا اكثر من شعبي، من الكرتوش اللي خايف في الشعبي اللي لحد الان ما نعرفوشه. هذا كلام لازم نردوا عليه الان باش نقولوا انه اللي كان يقول فيه بن علي قبل انه اليوم 23 سنه ما ضربتوش ولا نهار. 23 سنه لم تضربوا يوما واحدا في اضراب عام في بن علي. 23 سنه وانتم ساكتين مدجنين، بل بالعكس لم تضربوا من عام 78 اضراب عام. اضربنا الاف الاضرابات وانت مش موجود. اضراب عام تشن فيه المطارات. اضراب عام تشن فيه المطارات يا سي سامي. اضراب عام تشن فيه المطارات. نسمع بعضنا اسكندر، حاول نسمع بعض. اضربنا الاف الاضرابات وانت اضراب عام اعطيني اضرابا عاما واحدا من دوله الى دوله. اضراب عاما واحدا اعطني اضرابا عاما واحدا سيدي. لم تضرب اضرابا عاما واحدا، لم تعطل المطارات يوما واحدا. لحظة سي سامي، لم تعطل المطارات يا سيدي، لم تعطل المطارات 23 سنة، لم تعطل المطارات من عام 78 يا سيدي. اسكندر اعطيه خليه يكمل. تفضل سي سامي تفضل. شوف الحماس نتاعك هذه على الاقتصاد، انا نقول كلمة واحدة للتوانسة، دم التونسي مش رخيص وما يتباعش بالفلوس نتاعك انت وغيرك، ولا يمكن ان انه اليوم الناس اللي تجينا باش حاسبنا وكأننا نحن لسنا وطنيين. احنا ناس وطنيين، احنا وقفنا في ايام الجمل، احنا تحدينا القمع، تحدينا القهر، ولذلك اليوم الاضراب هذا الغايه منه اليوم بطبيعتها تونس ما كانتش تخدم، وهو شوفوا غدوه الجنازه الناس بطبيعتها، لان الوضع اليوم تمر في الليل تشوف المقاهي من البارحه من بعد الاغتيال، ما عادش ثم ناس عندها حاجه تحلالها، ما عادش حتى الناس اللي تقبل اللي دم ابنائها يتروى بالتراب، والسيد بوزيد اللي ناضل واللي شارك في 17 ديسمبر، واللي وقت انت ما عندكش حتى علاقه باي ثوره، جينا تحاسبنا وتحس علينا. عليكم انه اليوم استخدام المنابر جيش الشرطه، انت تحافظ على الاتحاد، يعني تحافظ على الائتلاف. انت لا سي سامي نحن نناقش لا نحارب على الاتحاد، على منظمه غير وطنيه. لا الناس اللي تحافظ على الارهاب. لا سي سامي واعتقد ان اسكندر القيق اليوم الدخيل على الثوره وعلى البيت اليوم يحب يعلمنا درس في ان كيف يمكن ان يكون عندنا احنا نعرفوا، احنا نبنوا. سي سامي اسمعني شويه لو سمحت سي سامي.
سي سامي شوف اسمح لي باش نرجع لك سي سامي. لا نسمح لاحد باش يعلمنا دروس، وخاصه من الذين ليس لهم وجود في تونس الا باش يجوا تو يركبوا على الثوره. سي سامي يتقربوا للسلطه ودائما يتقربوا للسلطه. خلينا نتفاعلوا سي سامي، عايش نتفاعلوا معك سي سامي. سي الحبيب بوعجيل